في واحد الليل مظلام في بلدة صغيرة كانت واحد البنت صغيرة كتصلي في الطابق الفوقاني. فجأة سمعات صوت جداتها من برا الشرجم. جرات باش تحل الريدو ولقات جداتها اللي عزيزة عليها واقفة. جدة قالت ليها بلي فيها البرد وبغات تدخل تدفى. البنت البريئة ما شكات في والو وكانت غادي تحل الشرجم، ولكن في هذه اللحظة طلعت الأم ديالها للفوق، ولكن فات الفوت. نهار من بعدها الراجل اللي كان سكيري راجع للدار، شاف الناس مجموعين قدام الدار ديالو وصحاب ليه كاين شي عرس ولا مناسبة. غير وصل لقى البوليسي اللي سميتو بويد خارج. بويد جمعوا معاه بالصرفقة مباشرة وسولو علاش عندك دراري في الدار السراج ما مسدودش بالمسامرة. ما خلاش يشرح وجرو الفوق. أول ما دخل الراجل شاف منظر كيخلع، مراته ميتة حدا الفراش وبنته خارجين ليها جميع الأعضاء. سكيري صدم وحس بالندم اللي ما عمرو حس بها، ما قدرش حتى يواجه مراته وبنته. بويد تعصب بزاف وكان ناوي يقتلو تماك، ولكن من يتذكر بلي الراجل فقد عائلته رحمو وما قدرش يديرها. امر العاون ديالو يسجنوا الراجل حتى تجي المحاكمه، وخلى الكاهن يتكلف بالدفن. البلده هذه مشهوره بالحوايج الغريبه. مع كل غروب كيطيح الباش، بويد كيقرب الجرس وكيبدا يضربوا بلا توقف. اول ما كيسمعوا الصوت كيجروا لديورهم، كيسدوا البيبان وكيقيسوا الحجر الكحل اللي عندهم. علاش؟ حيت في الليل كيبانوا وحوش كياكلوا بنادم، والناس ما كيقدروش ينجاو الا دخلوا لديورهم وعلقوا داك الحجر الكحل. ولكن عائله داك الراجل السكيري ما كانش عندها الزهر، حيت هو ما بقى في دارو يحمي مراته وولاده. الغد ليه تحكم على الراجل باقصى عقوبه في البلده، خاصو يبات ليله كامله في الدار الحديديه بلا الحجر اللي كيحميه. ولكن كل ما يتنفذ الحكم بويد ما قدرش يحكم عليه بالموت هكاك، حيت غادي ياكلوه الوحوش. تشاور مع الكاهن باش يطلقوه، وكان كيتمنى المؤمنين يساندوه، ولكن الكاهن رفض بشده. قال ليه الا ما طبقناش العقاب الناس غادي يتجرؤوا. بويد بقى حاير وخرج معصب، ولكن ما استسلمش. رجع للزنزانه ورمى ليه بتخبيه واحد الحجر كحل يمكن ينجيه، ولكن الراجل ما بقاش باغي يعيش. رد ليه الحجر وقال ليه انا راضي بالعقوبه. مع غروب الشمس طاح الباش، دخلوه للدار الحديديه قدام عيون الناس. بويد شافو اخر مره وسد عليه وزاد قفل بزياده. الليل بدا كيطيح والناس كل واحد دخل لدارو، بقى غير الراجل مسكين كيترعد. تنفس الاخر ليه منين ما شاف حسا حد برا، ولكن الهدوء ما طولش. الوحوش بداو كيتجمعوا، الاصوات ديال الضحك والهضره حاولوا يدوخوه حتى تحولوا لشكل مراته وبنته، وهو ما قدرش يتحمل، جلس وبدا كيبكي. الوحوش كسروا الدار الحديديه وكلاوه. الصباح جا ودفنوا داك العائله، وفجاه دخلت البلده كارافان غريبه، عائله من 4. تعجبوا من النظرات ليهم. الراجل جي منزل وسول بويد على الطريق ديال لوطوغوت. بويد صدم اللي عرف مع العائله، ولكن جاوبو سير دغيا لقدام. جي مشكرو ومشى، ولكن مع الوقت لقى راسو راجع لنفس البلده. حاول مرات ولكن ديما كيرجع. العائله بقات خايفه حتى صادفوا طوموبيل الكحله ووقعوا في حادثه. تلاحوا للغابه والشيفور الاخر تجرح. دخلوه الاسعاف وبويد مشى ينقذ عائله جيم قبل ما يطيح الليل. لقاهم حاصرين في الطوموبيل والولد ديالهم ايطان داخل في رجلو حديده. دار مجهود وخرجهم واحد بواحد. لحقوا عليهم الناس الاخرين اللي جاو يعاونوا، اليس ولد بويد، الكاهن، الممرضه كليستي وكيني. نقدوا 3 وبقى غير ايتان. كريستي قال خاصها عمليه دقيقه باش ينقدوه، ولكن الوقت ما كافيش، خاصهم ساعه قل على الاقل. بويد قرر يبقى معاهم في الطوموبيل باش يديروها. قبل ما يبدا حط حجره قدام الباب وقال هذا اللي غادي يحمينا. جيم ما فهمش، ولكن من سمع الاصوات برا وكان غادي يحل الباب بويد منعو وقال له الا حليتي الباب كاملين غادي نموتوا. برا كانوا ناس واقفين، ولكن بويد كان عارف هادو ماشي بشر. وفي نفس الوقت المجموعه اللي رجعت للبلده تعطلات حيت ارتقات الرويضه. جراو للدار المشتركه اللي كتاوي الناس المتشردين. الوحوش بداو كيبانوا وكل واحد فيهم كيتشبه باللي مات من قبل باش يغريو الناس. بنت سميتها جوليا شافت صاحبها الميت وقربت تخرج، ولكن كين يشدها. مولات الدار دونا امرات يفتحوا الباب في الوقت المناسب ونجاتهم. ومن بعد حكت لهم السر ديال البلده. الوحوش كيستعملوا الوجه ديال الموتى باش يجروا الناس، والطريقه الوحيده تحمي راسك هي تحت الحجر في العتبه. اما السائق ديال الطوموبيل الكحله اللي كان متكي في المستشفى دخلت عليه بنت غريبه سميتها ساره، هي من سكان القريه. هو ما فهم والو، ولكن فجاه غرست ليه حديده في حلقه وقتلاته. هي بقات مرعوبه وكتمتمع مع راسها بحال كتهضر مع شي واحد ما كيبانش. في الليل الممرضه دخلت باش تشوف، شافت منظر مرعب. الممرضه كانت غادي تجري تهرب، ولكن لقات الباب محلول من مده. الوحوش دخلوا بسرعه، الممرضه تخوفات وجرات تهبط للطابق لتحت باش تخبى. النهار التالي من بعد ليله عامه
الممرضه كريستي قدرت دير العمليه بنجاح الايطان. الولد خرج مؤقتا من الخطر. عائله جيم تجمعوا فرحانين وظنوا كل شيء تحل بخير وسلام. ولكن من دخلوا العياده اهل البلد لقاو الممرضه ميته. الوحوش كلاوها. كاين ما صدقش عينيه، حتى الال ديالو تقتل. كان مريض ومشى للعياده باش يتعالج. للاسف ولا هو ضحيه الوحوش. كاين يتقلق بزاف، ما عرفش الشباب العياده تحل في نص الليل. في هذا الوقت ايطان كان كيرتاح في ايطان خرج لبرا ولقى راجل كبير. كان اول واحد دخل لهاد البلده، سميتو فيكتور. كل نهار كيمشي لجنب الدار وكيقي شي حاجه بوحدو. ايطان سول فيكتور واش كاينين شي ولاد اخرين ساكنين هنا. فيكتور جاوبو ما كاين حتى ولد اخر غير ايطان. ايطان كان غادي يسول اكثر حتى عيطات ليه جوليا باش يدخل للدار. جوليا حسات ان هذا الراجل الشريق فيه شي حاجه غريبه. داك العشيه تجمعوا الناس ديال البلده يستقبلوا السكان الجداد، عائله جيم وراجل سميتو جاد. جيم عطاوه الدار اللي بويد كان مسلمها، اللي مات فيها الام وبنتها قبل. بغات تعيش في دار مشتركه مع صحاب قدها. جوليا من شحال هادي ما كانتش كتحمل تبقى على عائلتها. طابي حاولت تقنعها ولكن والو. وفي هذا الوقت جايد ما لقى حتى بلاصه يسكن فيها، فخلى كاينين نائب يسكن عنده شي ايام. ولكن تاني نهار جايد بالصدفه اكتشف سرداب سري. اول ما هبط تفزع من اللي شاف جثه متعفنه، ولكن من اللي رجع يشوف جثه اختفات، بلاصتها بان رمز غريب في الحيط. جايد جرى عند كيني باش يحضروا، ولكن من اللي رجعوا بجوج لقاو كل شيء عادي غير سرداب عادي. جايد قال ليه انا بعيني شفت الجثه، ولكن كيني ما صدقش، قال راه يمكن فيك دوخه. اي واحد جديد كيدخل لهاد البلده كيتصاب بالصداع والعقل ما كيبقاش مستقر. من بعد كيني ورات جايد السير ديال البلده، قال ليه السكان هنا جاو من بلايص مختلفه حتى الاف الكيلومترات بعيد، ولكن سبب ما حتى هو كاملين حتى دخلوا لنفس البلده. يمكن هاد البلاصه ما كايناش في الخريطه اصلا، غير بعد غامض ما متكتشفش. في ذاك اللحظه الراديو اللي في الطابله بدا كيدير صوت. كيني قال هادشي كيوقع بزاف، ولكن جايد جرى شد الراديو وخرج بسرعه، باين عليه عنده شي خطه. عند جيم داك النهار خدا ايتان للدار المشتركه يفطروا. هذه كانت مكلفه بها الام ديال كيني، كانت كطيب مزيان كل نهار وتقدم الماكله للجميع، حتى ساره كانت كتجي تعاون. بينما جيم مشى للمرحاض جا فيكتور يشوف ايتان، عطاه صوره فيها ولد لابس البيض، هو نفس الولد اللي شافو ايتان برا الدار المشتركه. فيكتور قال ليه انا شفت هذا الولد قبل وبغيت نمشي للغابه معاك باش نلقاوه. في ذاك الوقت خرج جيم من المرحاض، شاف فيكتور وجرى عليه بالصوت، هددو قال ليه ما يقربش لولده. فيكتور ما كانش عنده خيار غير يمشي. ذاك العشيه بينما جيم ومراته جالسين لبرا كيهضروا، فيكتور مشى من ورا الدار بالتخبيه، بغى يمشي للغابه مع ايتان. دابا ايتان صغير سحب ليه غادي يعيش مغامره زوينه وتبعوه فرحان. مشاو بعيد في الغابه، منطقه اللي عمرها ما تكتشفت. اغلب الناس كيبقاو خايفين من الوحوش وما كيقدروش يمشيو بعيد. وفجاه فيكتور شاف الولد اللي لابس البيض من البارح وجرى موراه. وصلوا لشجره كبيره فيها حفره عميقه في النص. فيكتور جرب يرمي حجره في الحفره وفجاه طاح عليهم من الفوق، ما قدروش يصدقوا عينيهم، ما فهموش شنو كاين. وفي هذا الوقت جاي ومراته اكتشفوا باللي ايتان غابر. لقاو الباب اللوراني محلول، عرفوا كاينه شي حاجه، فمشاو يجريو للغابه يقلبوا عليه، كيعيطوا بسميتو هما غاديين. الصوت خيق مجموعه ديال الكلاب مسعوره في الوسط، حاصروا جيم ومراته. في هاد اللحظات سمعوا رصاصه طلقات، الكلاب هربوا. كان فيكتور اللي جاب معاه فردي للدفاع. جيم تزاد غضبه وبغى يتهجم عليه، ولكن حيت فيكتور عنده سلاح ما قدرش يتسرع. من بعد هذا الرحله فيكتور رجع لدارو، خرج الرسومات اللي كان راسم قبل، ومن ضمنها رسومات ديال الكلاب. الذكريات رجعت ليه فجأة. من سنوات طويلة كان هو أول واحد دخل لهاد البلدة، كان باقي صغير. ملي وصل لقى الجثث في الأرض، الكلاب كانوا كياكلوهم. فجأة شاف ولد لابس البيض، كان جالس كيلعب في الأرجوحة وغبر بلا أثر. داك المشهد بقى عالق في عقله ديما. من داك النهار هو باغي يعرف شكون هاد الولد الغامض. في النهار التالي عائلة جيم مشات تفطر تاني في دار المشتركة. بينما الناس كيهضروا فرحانين، سارة حسات بألم قوي في إيدها. من بعد شوية كتابات ظهروا في إيديها: اقتلي الولد. سارة شافت في إيطان مخلوعة. من بعد جاتها نوبة صرع وطاحت مغمى عليها. من اللي فاقت لقات راسها في العيادة. كريستي تقلقات عليها، ولكن سارة قالت غير صداع خفيف. خوها الصغير ناطان سمع بالخبار. من اللي عرف أن أخته طاحت جرى للعيادة. هو كان عارف من زمان شنو كدير سارة، ولكن عمر ما قال بويد وبقى ساكت حداها يحميها. ولكن مؤخرا سارة ولات كتصرف بغرابة، الشي اللي خلى ناطان يتشطن بزاف. ما فاتش بزاف حتى خدات سارة موس ومشات لدار جيم.
دارت راسها جايه تجور ايطان وعرضت عليه يجي معاها للمزرعه. ايطان فرح ووافق. طبي شافتها وتبعت ولدها. ما كانوش عارفين ان ساره محضره مؤامره قتل مرعبه. ملي وصلوا للمزرعه ساره خلات طبي تدخل المخزن، ومنين ما كانتش كتشوف سدات الباب وقفلاته. من بعد شدات الموس ومشات عند ايطان باش تقتل. ولكن ناتان رجع للدار في هذا الوقت. ملي شاف المنظر جرى يوقفها، ولكن هما كيدابزوا ساره بلا قصد ضرباتو في عنقو بالموس. ناتان قال غير جوج كلمات ومات. في اللحظه القرويين سمعوا الصرخه وجايين كيجريو. ساره جرات وهربات للغابه. الواقعه تفضحات بسرعه. جيم تعصب وسب بويد حيت دايما كيجيب المشاكل لعائلته. بويد قال باللي صيفطوا الناس يقلبوا على ساره، ولكن ما بقى لها حتى اثر. مع الليل اكيد الوحوش غادي ياكلوها. دازوا الايام وما باناش لها اثر. كلشي صحاب ليه ماتت في الغابه. ولكن المفاجاه ساره كانت مشدوده في السرداب ديال الكاهن. بان ان ناتان قبل ايام مشى سرا للكاهن وحكى ليه كلشي على اخته، حتى ان ساره كتسمع صوت غريب في دماغها. الكاهن شك ان الموضوع كبير، فسجنها سرا في السرداب باش يسولها اكثر. ساره قالت من اول ما دخلت لهاد البلده وانا كنسمع صوت غريب في دماغي كيقول لي الا درت اللي كيقول الناس غادي يرجعوا لديورهم. هي صدقات وبدات تدير حتى الجرائم اللي عمرها ما كانت تحلم بها. الكاهن شك شويه حيت هو من زمان كيظن هاد البلده ماشي حقيقيه، غير عالم وهمي جاي من الكتاب رقم 74 في الانجيل. الصوت اللي كتسمعوا ساره يمكن يكون صوت الله الخالق ديال الحياه. الا كان هاد الشيء صحيح ساره عندها قدره خاصه وغادي يكون عندها دور كبير في المستقبل. في هاد اللحظه ساره جاتها الم قوي، شدت قلم وخبقات في واحد الورقه. قالت هذه هو الدليل ان الصوت اللي كنسمع راه حقيقي. الكاهن شاف الرسم ولقاه غريب، مشى لحفره قديمه وخرج كيس صغير كان دافنو من النهار اللي دخل لهاد البلده. كان فيه شوكولا، والمفاجاه الرسم اللي دارت ساره هو نفسه ديال اللوغو ديال الشوكولا. الكاهن تصدم. وفي هاد الوقت جيم ومراتو كانوا كيقلبوا في الاغراض ديال الدار. اكتشفوا حاجه غريبه حيت الاسلاك ما فيهاش حتى شي معدن في الوسط. خيط ديال الضوء مهرس من جهه، ولكن الضوء كيبقى شاعل عادي. بقاو كيسولوا منين جاي هاد الضوء. فجاه جا جيد كان باغي يخدم مع جيم على راديو باش يلقطوا الاشاره من برا. الا قدروا يلقطوا الاشاره غادي يثبتوا بانهم باقيين في الارض، حيت ما كانش عندهم ادوات في البلده. مشاو للطوموبيل الكحله وجابوا منها قطع. من بعد يوم كامل صنعوا الراديو، ولكن خاصو يدار في بلاصه عاليه باش يخدم. جيم طلع فوق الشجره الكبيره وحطو. جيد اللي كان تحت فجاه شاف الشجره كتنزف، رفع عينيه وتفزع ملي شافها عامره بالجيتات. نفس الرمز الغريب بان في جدر الشجره بحال المره اللي فاتت. وفي هذا الوقت بان جندي وراهم، شد السلاح وهدد جيد اللي جرى الغابه. ما عرفش شحال جرى، ولكن ملي رجع يشوف لقى جيم قدامه. المنظر تبدل للمنظر العادي. جيد خاف وهرب. اما جيم من بعد ما ركب الراديو فوق الشجره شغلو وبدا كيبعث صوته للبرا، ولكن ما جا حتى جواب. جيم رجع للدار متقلق، مشى للسرداب ولقى طابيته كتحفر. قالت ليه جميع الاسلاك ديال الدار نازله لتحت، خاص يكون كاين شي سر مخبي. وفي هذا الوقت جيد كان جالس في المطعم وكيرسم باستمرار الرمز الغريب اللي شاف في الشجره. ظهرات الام ديال كيني شافت الرسم وتذكرات شافته من قبل. دخلت بجيد المخزن، لقاو ان الرسم بحال مع واحد في كتاب قديم. الأسرار بدات كتكشف. داك الليل في الدار المشتركة بينما الناس ناعسين، واحد الراجل طلع لبيتو، فتح الشباك وطل برا. لقى وحش على شكل مراه زوينة. سولاتو إمتى ندخل؟ الراجل تبسم. كان سميتو كيفين، إنسان منطوي ما كيهضرش بزاف مع الناس وديما بوحدو. ما كان حتى واحد عارف أن كيفين مزعوط. كل ليلة كان كيمشي للشباك ويهضر مع وحش على شكل مراه شابة زوينة. الوحش كان كيحاول يغريه باش يفتح الباب. داك النهار كان خاص بزاف، كيوقع مرة في السنة. الناس في الدار المشتركة تجمعوا باش يحتفلوا باللي باقين عايشين ويفكروا في الميتين. ما كانوش عارفين أن كارثة غادي توقع هاد الليلة. وفي هاد الوقت الكاهن مشى عند بويد وحكى ليه على سارة والصوت اللي في دماغها. في الأول بويد ما صدقش. الكاهن وراه الرسم والشوكولا، قال ليه هادي حوايج كنت دافنهم من أول مرة جيت للبلدة، وسارة جات من بعدي، يعني ما كانش خاصة تعرف عليهم إلا كان الصوت اللي في دماغها حقيقي. منين سمع بويد قال عنده خطة، هي يدخل الغابة بوحدو شي ايام باش يلقى طريق الخروج. ما يقدرش يبقى في هاد البلدة ديما. في الأول القرويين كانوا خايفين من الوحوش وما كيدخلوش الغابة، ولكن إلا عندهم الحجر اللي كيحمي يمكن يكونوا بخير. رغم ما عمرهم جربوها بويد قرر يغامر. الكاهن قال ليه أنا وسارة غادي نجيو معاك، سارة عندها قدرات غامضة يمكن تنفع. وفي هاد الوقت في الدار كيفين اللي كان طيح بالأغراء ديال الزين بغيت تقول ديال الوحش، أخيرا فتح الباب وخلاها تدخل.
ومن بعد ما بداو يديروا شي الوحش عضو من فمه وكلا ليه كل شيء قبل ما يغوت الوحش هجم عليه وقتله. والناس كانوا كياكلوا ويحتفلوا ما عارفينش ان الوحوش حاصرين الدار كلها. من بعد شويه بنت اسيويه كانت راجعه لبيتها، غير دخلات تحاصرات بالوحوش، شدوها وقتلوها في بلاصتها. الناس اللي شافوا هاد الشيء ناضوا دقوا ناقوس الخطر، كل شيء تخلع وجرى. الوحوش بداو كيستمتعوا بصيد الناس، المنظر كان بحال الا كيصيدوا دبان. وفي هذا الوقت جوليا كانت مع فيكتور، بغات تسولو على اسرار البلده. فجاه ناقوس الخطر دق، فيكتور بين عارف اللي غادي يوقع وجهز راسو، رمى حبل من الشرجم وهرب هو وجوليا للغابه. بينما الناس كيجريو فيكتور شد جوليا ومشى معاها للغابه. مشاو للشجره الكبيره، فيكتور قال لجولي تحط ودنيها على الجدع وتسمع الاصوات. جوليا طبقت داكشي اللي قالوا، فعلا سمعت اصوات ناس كيصرخوا من الداخل. ولكن القصه ما سالاتش هنا، باقي كاين سر كبير مخبي وغادي تكشف في الجزء الثاني اللي غادي يخرج من هنا يومين. الا بغيتي تكون من الاولين اللي عرفوا الحقيقه، دير ابوني ولايك وفعل الجرس وخليك واجد، حيت جاي اخطر مما كتخيل وجايين سلسلات بزاف. وما تنساوش ديما كامل بالدارجه اكيد.